كيبدا الفيلم ديالنا بواحد الراجل سميتو هير. هو جالس في الغرفه ديال الالعاب ديالو، وغادي يبان انه مهووس بالالعاب الفيديو، وغادي يتيليشارجي واحد الجيم جديده سميتها اللاعين. ومن بعد يجلس وكيشرب الشراب. من بعد ما تشارجت اللعبه غادي يفتح الجيم وغادي يبدا الليفل الاول. غيتفاجئ بلي الجيم كتقول ليه بلي كتشرب الشراب، وعنده جوج ديال الاختيارات: اما يحط ليه قرعه واحده اخرى ديال الشراب ولا يخرج من ديك الغرفه. وهنا هير غادي يستغرب وغادي يقول الجيم كيفاش عرفتني بلي كنشرب. وهنا غادي يختار باش تحط ليه قرعه واحده اخرى، وداكشي اللي كان على غفله غادي تبان قرعه واحده اخرى في البيرو. وهنا غادي تصدم بزاف وما غاديش يستوعب الموضوع، وغادي تقول ليه الجيم اختار اما الضو يطفى او يبقى شاعل. وغادي يكتب الجيم بغيت الضو يطفى، ومن بعد الضو غادي يطفى بالفعل، ولكن يسمع واحد الصوت مرعب بزاف وخلع. ومن بعد الجيم غادي تقول ليه اختار لسان ولا الودنين. وهنا هير غادي يخاف وما بغاش يجاوب. وهنا الجيم غادي تقول ليه جاوب ولا غادي تموت. وغادي يزيد يخاف وبغى يخرج من الجيم ويمحيها، ولكن غادي تفاجئ بلي الجيم كاع ما كتسد. وغادي يبرك على كلمه لسان، وعلى غفله غادي يسمع واحد الصوت قوي بزاف وغيبقى كيغوت وغادي يفقد الوعي. ومفاش فاق غادي يخرج من البيت، وغادي يلقى مراتو كتبكي، وهذا الشيء حيتاش ولو قطع لسانو كيفهم داكشي اللي اختار في اللعبه. وهنا الجيم غادي تكتب ليه انه يربح في الليفل الاول، وخصو يبارطاجي ديك اللعبه تاع اللاعين في الانترنت ويكمل كاع المستويات اللي باقيين في اللعبه. وإلا ما دارش هذا الشيء غادي يموت. ومن بعد 3 شهور من هذا البلان غادي تكون واحد البنت سميتها كيلا، غادي تكون خارجه من واحد الشركه ديال الالعاب اللي خدامه فيها، وهاد الشركه غادي تكون سميتها كيزمات. ومن بعد غادي تمشي عند صديقها ايزاك اللي كان هو مصمم ديال الالعاب، وهذا الشيء باش تزورو وتطمئن عليه. كيلا غادي تشوف واحد الصندوق فيه واحد اللعبه تاع اللاعين ومكتوب عليها الجائزه القيمه ديالها 125 مليون دولار للشخص اللي غادي يربح في هذا الجيم. وهنا غادي تهضر مع ايزاك وقالت لي انا ناخذ هذا الجيم، وغادي تتفق معاه باش بالليل يتلاقاو في القهوه، وهذا الشيء باش يلعبوا مع بعضياتهم وهما ربما يربحوا ديك الفلوس. من بعد غادي تخليه وغادي ترجع للدار، وغادي تلقى الام ديالها حزينه بزاف، وهذا الشيء حيتاش ولدها الصغير مات. وهنا كيلا غتحاول تهدنها وتنصحها باش تخطى الحزن ديالها، وهذا الشيء باش ما تمرضش نفسيا. وبالليل غادي يجي الوقت اللي كانت متفقه مع ايزاك وغادي تمشي للقهوه، ولكن ايزاك ما غاديش يجي. وفي هذه اللحظه ملي ما غاديش يجي ايزاك، كيلا غادي تختم الجيم ديال اللاعين وقررت باش تلعب بوحدها. ملي غادي تفتح الجيم غادي تبدا من الليفل الاول، وغادي يقول لها اختاري اما كيكه ولا قهوه. وغادي تشوف القائمه ديال القهوه وما غادي تلقى حتى شي حاجه من غير الكيكه والقهوه. وغادي تختار القهوه، وعلى غفله غادي تجي السربايه وغادي تجيب ليها القهوه اللي طلبات، وغادي يكون الشكل ديالها غريب بزاف بحال شي روبوت او شي حاجه كتحكم فيها. وكاينه غادي تستغرب. ومن بعد غادي تعاود تشوف القائمه تاع الوجبات، وغادي تلقى بلي كاينين بزاف ديال الوجبات وما بقاتش الكيكه والقهوه. وهنا غادي توتر وغادي تسحب ليها بلي غير كتخايل بسبب العيا. وهنا الجيم غادي يكتب ليها بلي باليه باغا تنعس، وغادي يعطيها جوج ديال الاختيارات: اما تنعس ولا تكمل الجيم. وغادي تخاف بزاف وغادي تفي البيسي، ولكن على غفله غادي تشوف البلاصه كامله مضببه، وغادي يبان ليها خوها اللي مات شحال هادي، وبقى كيقول ليها اختاري ولا غادي تموتي. ومن بعد تفتح البيسي وغادي يرجع كلشي لطبيعته. وهنا الجيم غادي يكتب ليها واش ترتاحي شويه ولا تكملي الجيم. وغادي تكتب ليه كيلا باغا نرتاح. وعلى غفله غادي تبان السربايه كتهز الكيسان وكترميهم في الارض باش يتهرسوا، وغادي يبان بحال شي واحد محكم فيها وماشي في الوعي ديالها. وهنا كيلا غادي تفهم بلي الجيم هو اللي مسيطر عليها. وهنا الجيم غادي تبقى تكتب ليها واش باغي السربايه تكمل ولا تحبس. وهنا كيلا غادي تكتب تحبس. وهنا غادي تفاجئ بلي السربايه نزلت على ركابها وكتاكل الدجاج. وفاش مشات كيلا باش تعاونها غادي يكون فات الفوت وغادي تموت في اخر لحظه. وغادي تكتب ليها الجيم بلي راه ربحات في الليفل الاول، وغدا غادي يبدا الليفل الثاني. والغد ليه كيلا غادي تفيق من النعاس وغادي تمشي تهضر مع الام ديالها، وغادي تكتشف بلي كتكمل المخدرات، وهذا الشيء باش تنسى الموت ديال ولدها. وهنا كيلا غادي تعصب وغادي تخرج تابس مع جارها اللي كيجيب الام ديالها المخدرات. ومن بعد غادي تمشي عند صديقها ايزاك تهضر معاه، وغادي تبقى تحكي ليه على ديك الجيم الملعونه اللي عطاها وداكشي اللي وقع ليها في القهوه. ولكن ايزاك يكون مستغرب وما تيقهاش، ويقول لها بلي هذيك غير جيم عاديه واكيد كنتي غير كتخيلي وصافي. وغادي يقول لها بلي شرا ديك اللعبه في واحد المزاد وبزاف ديال الناس لعبوها من قبل وما وقع لهم والو. وهنا كيلا غادي تمشي للخدمه ديالها، وفي واحد اللحظه غادي تصوني ليها الام ديالها وغتكون كتغوت بزاف، وغادي تقول لها بلي واحد الفرع عملاق في الدار وباغي يعضني. ومن بعد غادي تشوف كيلا بلي ضو كامل كيتقطع في الشركه، وغادي يبان قدامها واحد البيسي خدامه فيه اللعبه تاع اللاعين. وغادي تكتب ليها بلي هذا هو السطاج الثاني، وغادي يبان ليها واحد المجسم بحال الخريطه ديال الدار ديالها، وغادي تكون فيها واحد المراه مخبيه من واحد الفرع عملاق. وهنا غادي تفهم كيلا بلي ديك المراه هي الام ديالها اللي كاينه في الدار، وغادي تسمع الصوت ديالها في الجيم وهي كتغوت وكتطلب المساعده. ومن بعد كيلا غادي تصدم، وهذا الشيء من بعد ما سمعت الجيم كتقول ليها بلي اختاري اما الام ديالك تلح من الشرجم او لا تخرج من الغرفه ويقصيها الفار. وهنا كيلا غادي تخلع بزاف، ولكن غادي تفكر غامرات وقرارات باش الام ديالها تنقذ من الشرجم. وهنا الجيم غادي تكتب ليها ميساج وغتقول ليها مبروك عليك راكي ربحتي في السطاج الثاني، والغد ليه غيكون السطاج الثالث. وهنا كيلا غادي تعصب بزاف وبقات كتحاول تهرس الجيم،
الجيم، ومن بعد غادي تمشي للمستشفى وغادي يصيفطوا الام ديالها تعالج، وغادي تكون فرحانه بزاف حيت الام ديالها مازال عايشه. والغد لي غادي تمشي لعند ايزاك مره اخرى وغادي توريه التصاور ديال الدار من بعد ما دخل عليهم الفار الكبير، وغادي يقول لها باللي بدا كيقلب على اي معلومه على هاد الجيم ولكن ما لقى حتى شي حاجه مفهومه، وغادي يتفقوا بجوج باش يتسناو الجيم على ما تبدا، وهذا الشيء باش يحاولوا يخترقوا النظام ديالها اولا يعرفوا شنو السر اللي موراها. ومن بعد ساعتين غادي يتفاجئ ايزاك ملي شاف الجيم بدات بوحدها، وغادي تبدا ترحب بيه وغادي تسول كايلا واش بيدي ايزاك يعاونك ولا لا. وهنا ايزاك غادي يضحك على الجيم وغادي يجي هاد السؤال غريب بزاف، ولكن على غفله غادي ينتبه بلي الجيم كتطلع واحد الصوت قوي بزاف كيخلع، وكايلا بقات كتغوت وغادي تقول الجيم باللي اختاريت ايزاك باش يعاونني. وعلى غفله غادي يبان قدامهم جوج ديال البيبان، هو الباب الاول اللون ديالو احمر والباب الثاني اللون ديالو ازرق. وهنا الجيم غادي يطلب منهم باش يختاروا باب واحد ومن بعد يدخلوا ليه، وغادي يختاروا الباب الاحمر وغادي يدخلوا ليه ويلقاو روسهم في واحد البلاصه مضببه بزاف. وكايلا غادي تسمع الصوت ديال خوها اللي مات وغادي تبقى تجري من مورا مصدر الصوت ديالو. وهنا ايزاك غادي يمشي من موراهم وغادي يجمع ليه خوها وغادي يبقاو كيتضاربوا. فاش مشات كايلا لعندهم لقاتهم بجوجهم طايحين في الارض. وهنا الجيم غادي تهضر مع كايلا وغادي تقول لها اختاري واحد فيهم يبقى عايش. وهنا غادي تختار ايزاك وهذا الشيء حيتاش عارفه بلي خوها ديجا مات شحال هادي وبلي هذا الشيء كامل غير خدعه من الجيم. والمهم ومن بعد غادي تفيق وغادي تلقى ايزاك مازال حي حداها، والجيم غادي تقول لهم باللي راه ربحتوا في ستاج ثالث. وهنا ايزاك غادي تجي واحد الفكره باش يخترق السيستم ديال الجيم وغادي يقدر يحدد الموقع ديالها وغادي ياخذ الطوموبيله ديالو ويهز مع صديقته كايلا ويمشيو لتماك. ولكن غادي تصدموا وغادي يوصلوا غادي يلقاو المقر عباره عن مخزن قديم ديال السلعه، وغادي يدخلوا لذاك المخزن باش يقلبوا على اي معلومه اولا شي حاجه اللي تفيدهم. وغادي يلقاو واحد السيدي قديم مكتوب عليه النسخه التجريبيه وغادي يعرفوا بلي هذيك هي النسخه الاولى ديال لعبه اللاعين. وغادي يخدموا داك الفيديو وغادي يلقاو واحد سميتو ايتوبيك جالس مصور راسو وهو كيهضر وكيقول لهم باللي هو اللي مصمم ديك الجيم وبلي مصممها عام 1949 ويبقى يشرح لهم كيفاش صنع هذا الجيم. وهذا الشيء حيتاش لقى واحد الرموز السحريه عندها القدره انها تهضر في الواقع، وقرر باش يدخل هاد الرموز السحريه في الجيم. والشخص اللي غادي يربح في هذا الجيم غادي تولي سميتو اللاعين، ومن بعد ما يربح يعطيو القوه ديال التحكم في الواقع، واللعنه تكون هي المهمه ديالو باش يتحكم في الحياه ديال الشخص اللي غادي يلعب من موراه. وخصو في كل ستاج يعطي جوج ديال الاختيارات ويختار منهم واحد، وإلا رفض وما بغاش يكمل اللعبه غادي يموت. وهنا كايلا غادي تفهم باللي اخر واحد ربح في هذا الجيم هو اللي تيدير فيها هذا الشيء. وهنا ايزاك غادي تصدم بزاف وقال لها بلي خاصنا نهربوا من هنا بالسربه قبل ما توقع لينا شي حاجه. وفي هذه اللحظه غادي يلقاو بيك المصمم ديال اللعبه كيقول لهم بلي اي واحد كيحاول يغش ولا يدخل السيستم ديالها غادي يموت. وعلى غفله غادي يطيح ايزاك في الارض وغيبقى كيخرج ليه الشريط من فمه وغادي يموت. وهذا الشيء حيتاش اخترق السيستم ديال الجيم. وهاد النهار كايلا وغادي تبقى كتبكي على صديقها، ولكن في هذه اللحظه غادي تشوف بلي الجيم خدمات مره اخرى حداها وكتبين ليها مبروك انت وصلتي للمرحله الاخيره في الجيم وخصك تواجهي الوحش باش تربحي هذا الجيم. وغتبقى كتوريه واحد الطريق خاصه دوز منها. وهنا كايلا غتاخذ الطوموبيله ديال صديقها ايزاك وغتبقى غاده وسط الغابه وغادي توصل عند الظهير هو اللي شفناه في البدايه تاع الفيلم، وغيكون جالس مع الاسره ديالو وغادي يطلب منها باش تجلس معاهم في طابله، وغادي يشرح لها بلي هو ربح ستاجات كاملين ديال الجيم ولكن اللعبه جبراتو باش يروج ليها في الانترنت باش الشباب يجربوها. وفي ذاك الوقت ولا هو اللاعين هو اللي كان كيعطي دوك الاختيارات في الجيم، هو كان السبب داكشي كامل اللي وقع لكيلا. وعلى غفله غادي تخدم الجيم في التليفون ديالها وغادي تكتب ليها ضروري خص واحد فيكم يموت اما انتي او الوحش. وهنا كايلا غتفهم باللي هير هو الوحش باللي خاصها ضروري تقتلو، وهذا الشيء لا بغات تربح في الجيم. وغادي تشد واحد الموس باش تقتلو ولكن غادي يزرب عليها هير وغادي يضربها بواحد البصيله في عنقها وغادي تفاجئ باللي هو اللي تجرح. وهنا غادي يستنتجوا باللي الجيم دارت ليهم هذه الخطه، والخدعه هي الشخص اللي غادي يقتل راسو هو اللي غادي يقتل الشخص الاخر وغيبقى هير كيضرب في راسو، وكايلا هي اللي غادي تضرب الضربه وغادي يطيح في الارض. ومن بعدها غادي تخرج للشرطه ويمشي هير موراها باش يقتل راسو، وغادي تشدو مراتو كتحاول تخليه ما يقتلش راسو حيتاش كيتسحاب ليها باللي هو اللي غادي يموت. وهنا كايلا غادي تستغل الفرصه وغادي تاخذ واحد التمثال ثقيل بزاف وغادي تغرق راسها في واحد لابيسين حداها. وفي هذه اللحظه غادي يخرج الماء من فم هير وغادي يموت، وغادي تخرج كايلا من لابيسين وغادي تهضر مع مرات هير وغادي تشكرها حيت عاونتها. وفي هذه اللحظه غادي يصيفطوا ليها واحد الفيديو من ديك الجيم ديال لاعين وغتبقى كتشرح لها كاع الاسرار ديال الجيم وكتوريها الرموز السحريه ديال ديك اللعبه. وقالت ليها الجيم باللي انت وليتي هي اللاعينه دابا، اي واحد غادي يدخل الجيم انت هي اللي غادي تحكمي ليه في حياته، وهذا الشيء بطبيعه الحال من خلال الرموز السحريه. وغادي توافق كايلا وغادي ترجع للدار، تما غادي تصيفط ميساج لجارها اللي كان كيبيع المخدرات الام ديالها، وهذا الشيء باش تقيدو يدخل يلعب الجيم. وغادي تكون النيه ديالها هي تخليه يلعب الجيم باش تقتلو وتنتقم منه، وداك الشيء اللي كان غادي تخليه يخسر وغادي تقتلو وغادي تخدم ديك اللعبه باش تقتل بها كاع الاشرار اللي في المدينه. كان هذه هي النهايه تاع الفيلم، وكنتمنى الا وصلتوا لهاد النقطه
هذه من الفيديو، كان ديروا واحد لايك وواحد اشتراك، ويلا بيس عليكم.